السلام عليكم محبي قناة كرة برو. اليوم جايب لكم أخبار عاجلة على المنتخب الوطني المغربي، أخبار بالمصداقية كما عودناكم. بسم الله ونتوكل على الله. أول لاعب غادي نفتح به الأخبار ديال اليوم هو اللاعب المنتظر في المنتخب الوطني المغربي اللي هو أيوب بوعدي. ولكن قبل ما نشارك معكم هذه الأخبار اللي كاينة إخوتي الكرام، غادي نحط لكم واحد اللقطة وشي كلمات قالهم والد الركراكي بالضبط على هذا اللاعب. ركزوا معايا على الأهمية ديال اللاعب أيوب بوعدي داخل المنتخب الوطني المغربي وكيفاش الركراكي كيتكلم عليه، حيتاش عارفو غادي يحل لينا بزاف ديال المشاكل وسط الميدان. ما غاديش تبقى ديك الكره اللي كتخرج معطله من سفيان امرابط اللي كيقتل لنا اي هجمه درناها مرتده. تصنتوا معايا مزيان شنو قال عليه وحاولوا تقراو معايا ما وراء الستار. ما تنساوش اخواتي الكرام تابوناو في قناتي باش ديما يوصلكم الجديد. ديروا شي جيم للفيديو وشي تعليق زوين، جزاكم الله خيرا. Bien sûr que comme toutes les équipes, بحال مع التالبي مع بلجيكا ولا مع المغرب كنهضروا مع لي جوار اما لا fédération الرئيس ولا انا on prend personnellement les dossiers en main. On veut les meilleurs joueurs pour le Maroc. Bien sûr que Boadi, ça fait partie des futurs grands joueurs du football mondial. وكنديروا كلشي باش يجي معنا. هنا كيف سمعتوا اخواتي الكرام في الفيديو اللي حطيت لكم، قال الركراكي غادي ندير كلشي باش نجيب لكم ايوب بوعدي، وإلا لعب معنا وإلا جا غادي نكونوا فرحانين ان شاء الله. هاد الكلمه صراحه ما كظنش باللي سمعنا الركراكي قال على شي لاعب اخر في هذا الوقت اللي كيدير فيها وليد الركراكي المنتخب الوطني المغربي. دابا الفرنسيين التصريح ديال وليد الركراكي كما تنقولوا بالدارجه المغربيه ما تصرتش ليهم. ناضت جريدات اللي ديال سبور في المقال ديالها وقالت فرنسا يمكن انها ما تستغلش ايوب بوعدي مع المنتخب الفرنسي ابدا، يعني اللاعب حاليا في واحد الحاله ديال الغموض بخصوص الجنسيه ديالو الرياضيه، وهذه هي النقطه المهمه للمنتخب الوطني المغربي. وشوفوا كيفاش كيتكلموا على الركراكي، حتى هما كيقولوا ان والد الركراكي مدرب اسود الاطلس كيبغي يستافد من هذا الغموض باش يقنع اللاعب باش يلتحق بالتركيبه ديال ولد الركراكي في المنتخب. ولكن اذا شفنا اختيارات الكلمات ديالهم كيبان انهم ما كيتكلموش على الهويه الحقيقيه ديال هذا اللاعب اللي عنده جذور مغربيه واصلا في هذا الارض، وانما كيشدوا على الاستفاده من الغموض بحال كان الامر استغلال ديال الوضعيه، يعني من المنتخب الوطني المغربي والجامعه. المنتخب الوطني المغربي ما محتاجش غموض باش يقنع اللاعب، حيت اصلا عندنا خطوات متقدمه على فرنسا في هذه القضيه. اما الحضور ديالهم على المنتخب الفرنسي للشباب اللي بقات كتروج ليه الصحافه الفرنسيه راه غير تفاصيل صغيره قدام عرض كبير ديال اللاعب مع المنتخب الوطني المغربي. كما شفتوا معايا فرنسا باغي تسوق الصوره للاعب ايوب بوعدي انه صافي قرر يلعب مع المنتخب الفرنسي الكبير، حيتاش حاليا كيلعب مع المنتخب الفرنسي للشبان. ولكن الناس اللي كيتبعوا كره القدم عارفين ان هذه القضيه ما عندهاش تاثير كبير ولا غادي تغير الواقع ديال اللاعب. راه عندنا قائمه طويله ديال اللاعبين اللي سبق لهم ولعبوا مع منتخب فرنسا للشباب ولكن ما كانش عندهم استمراريه مع المنتخب الاول. دابا السؤال الكبير هو علاش فرنسا كدير هذا البوز الاعلامي على ايوب بوعدي. اذا قلبتوا على الوضع ديالو في اوروبا غادي تلقاو انه لاعب كبير وبرز الموهبه ديالو بشكل كبير مؤخرا. راه جريده اس اللي كنا كنعرفوها كواحده من اكبر الجرائد في اسبانيا كتبت مقاله كتهضر فيها على ايوب بوعدي كلاعب فرنسي اللي كيعرض الموهبه ديالو في اوروبا كامله. ولكن القضيه الحقيقيه اللي خصنا نركزوا عليها هي الهويه الرياضيه ديال اللاعب اللي عنده جذور مغربيه قويه واللي كتعطيه فرصه كبيره باش يختار المنتخب الوطني المغربي ويكون جزء من اسود الاطلس. المغرب عنده واحد التفوق في هذا الجانب واللاعب عنده فرصه انه يكتب التاريخ مع المنتخب الوطني المغربي بدل ما يكون مجرد اسم في القائمه الطويله ديال في منتخب فرنسا. راه كاين واحد الانقلاب اعلامي على اللاعب ايوب بوعدي والطريقه اللي كيتسوق بها الاعلام الاوروبي. شوفوا معايا المقال ديال فوت زيرو اللي وصفت اللاعب بالجوهره وقالت ان ايوب بوعدي صدم اوروبا بالموهبه ديالو، وهذا الشيء كيبين مدى الاهتمام الكبير به. انا علاش جمعت لكم المقالات من فرنسا واسبانيا باش نوضح لكم ان اللاعب راه هو الهدف الاول بالنسبه للفرنسيين ولكن كذلك بالنسبه للمغرب. ندوزو عن التصريح ديال ولد الركراكي اللي وريت لكم قبيله كيتماشى مع هذا البوز الاعلامي اللي دايرينه الفرنسيين على ايوب بوعدي. راهم خايفين ان اللاعب يختار يلعب مع المنتخب المغربي وما يلعبش مع فرنسا. اللاعب ايوب بوعدي حقيقيا وبدون عاطفه كيعتبر واحد من الحلقات الاساسيه اللي خصنا في بناء المنتخب. عنده قامه طويله ما شاء الله عليه، تكنيك ممتاز وكيعرف كيفاش يخرج بالكره في المساحات الضيقه، وهو اغريسيف في الاداء ديالو ماشي من النوع ديال اللاعبين اللي كيجروا رجليهم علينا في المنتخب الوطني كيف ما كنقولوا بالدارجه المغربيه. بالنسبه للمكان اللاعب داخل المنتخب راه عنده امكانيات كبيره انه ياخذ مكان سفيان امرابط بنسبه عاليه، وكاين اللي غيتفق معايا وكاين اللي ما غيتفقش. ولكن رسميا والد الركراكي قال ان هناك شباب اللي غادي يجيو المنتخب الوطني المغربي غادي يحرقوا مراحل بسرعه وينافسوا بشكل كبير على المراكز الاساسيه. كما شرحت لكم من قبل اللاعب الوحيد اللي كيجمع هاد الصفات وقادر ينقض على الرسميه ديالو بشكل مباشر هو ايوب بوعدي. فرنسا مولفوا عندها عادات واضحه في هذا المجال. من كيبان شي لاعب ذو اصول مغربيه او فرنسيه وعنده موهبه كبيره وكيتوقعوا يكون اساسي في المنتخب الكبار كيتسارعوا باش يخطفوه. دابا هذه القضيه اللي كنهضروا عليها هي اول صراع مغربي فرنسي في عصر الركراكي والمشروع ديالو الجديد، المشروع الرياضي اللي دار والد الركراكي خدم عليه بعد المونديال. التركيبه ديال النجوم اللي كاينه دابا في منتخبنا واش غادي تكون اقوى من المشروع ديال فرنسا في المستقبل اللي كيوفروا اللاعبين ديالو؟ هنا غتبان الخدمه الحقيقيه. كما قلت لكم من قبل اللاعب بوعدي عنده مسار كيخدم عليه.
بغا يبرهن النجوميه ديالو فوق الميدان، وان شاء الله بالنيه الطيبه ديالو في المعسكر القادم غادي يكون حاضر مع اسود الاطلس. ودابا غادي نمروا للخبر التالي ونتكلموا على صانع الالعاب المنتخب الوطني المغربي ابراهيم دياز. ابراهيم دياز الرقم 10 ديال المنتخب ديالنا، سمعوا مزيان لان اللي غادي نعاود لكم جديد ومفاجئ. كما كنعرفوا كاملين ريال مدريد عندهم مشكل كبير ديال التنافسيه. شنو هو هذا المشكل؟ كيفاش غيأثر على حضور دياز داخل التشكيله ديال ريال مدريد؟ هذا هو النقاش اللي غادي ندخلوا فيه حاليا. ريال مدريد كتاخذ لاعبين كبار عندهم موهبه كبيره وبوتونسيال عالي، خاصك تتوقع ان صعيب تجلسهم في الاحتياط ولو تكون القيمه ديالهم مرتبطه بنادي كبير بحال ريال مدريد. مؤخرا بعض اللاعبين بدا كيبان عليهم عدم الصبر اللي شفناه عند ابراهيم دياز. انا شخصيا كنشوف ان اللاعبين اللي بداو كيتقلبوا على الاداره ديال ريال مدريد راهم داروا خطوه كبيره وشجاعه. من بين هاد اللاعبين اللي داروا هاد الخطوه كاين الشاب البرازيلي اندريك، ولكن ملي ما كيلعبوش كيف ما تمنى يكون هو مهاجم كبير في ريال مدريد قلب عليهم الطاوله. وصل الامر لدرجه ان كارلو انشيلوتي خرج بنفسه بتصريح رسمي وقال ان اي لاعب بغى يبقى في ريال مدريد خاص يقبل على نفسه انه يبقى شويه ديال الوقت في الاحتياط ويصبر. وهذا الكلام وصل حتى لجريده ماركا اللي كتبات عنوانها: اذا كنت باغي تكون في مدريد خاصك تقبل تجلس شويه في بنك البدلاء. نفس الوضع تقريبا واقع اللعب اردا غولر، وكيتعاود نفس الطريقه اللي مشى بها اوديغارد الارسنال. بالنسبه لابراهيم دياز المنافس الاول ديالو راه واضح. كنقول المنافس الاول علاش؟ حيت الاربعه الاساسيين كنعرفوهم كاملين اللي هما بيلينغهام، بامبي، فينيسيوس جونيور ورودريغو. اقل واحد منهم عنده قيمه تسويقيه عاليه هو رودريغو، ولكن دياز كينافس رودريغو بواحد الطريقه اللي كتوضح انه عنده الامكانيات باش يكون احسن منه. دابا جريده ريال مدريد كونفيدونسيال كتكلم على هذه النقطه، والموضوع اللي ولا حديث الصحافه بالكامل. راه كنجيب لكم بزاف من الاخبار اللي كتهم اللاعبين، وغادي نشوفوا العناوين اللي كيتكلموا عليها الاسبان بوضوح. واحد المقال كتبوا فيه وداعا رودريغو، ليفربول غادي يخلص 180 مليون يورو، وقالوا ان هذا هو العرض الاغلى اللي يمكن يطرحوه ليفربول دابا لريال مدريد. الفريق الاحمر محتاج اللاعب اللي كيلعب كوسط ميدان هجومي ايضا والاجنحه. اهتمام ليفربول برودريغو، ولكن ما تجاهلوش وجود ابراهيم دياز والعلاقه ديالو مع الفريق. لو حللنا المقال بشكل اعمق غادي تلقاو جمله مثيره: رودريغو ماشي اللاعب الوحيد من ريال مدريد اللي يحبوا ليفربول. يعني هذه العباره كتوضح ان الاهتمام ماشي مقتصر فقط على رودريغو، ولكن كيمتد حتى لابراهيم دياز اللي بان انه لاعب واعد ومؤثر. وإلا جينا وحلنا هذا النقاش الاسباني غادي نلقاو ان هنالك مشكل رئيسي بالنسبه لليفربول، وهو ان لاعب رودريغو ولا ابراهيم دياز ليس لديهم مخرج سهل في ريال مدريد، حيت الاداره ديال ريال مدريد متشبته بهم بزاف. والبرازيلي رودريغو اثبت انه لاعب حاسم في الليالي الكبرى ديال دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. هادشي اللي كيخلي النادي غير مستعد باش يتخلى عليه. اما ابراهيم دياز حتى هو نفس الشيء، حيت القيمه ديالو في السوق طالعه، والدور ديالو كيزيد يبرز في المباريات الحاسمه. هاد اللاعب ملي كيكون موجود في مباريات كبيره كيبان التاثير ديالو بشكل واضح، راه كيتعتبر من العناصر اللي كتقدم الاضافه الحقيقيه لريال مدريد. راه ابراهيم دياز هو اللي خلى ريال مدريد يمشي بعيد في دوري ابطال اوروبا حاليا. هادشي كامل شفتوه بعينيكم بلا عاطفه بلا مجامله. رجعوا لابراهيم دياز، اللاعب المغربي اللي بدل الجنسيه الرياضيه ديالو من اسبانيا للمغرب بسبب عامل واحد رئيسي وهو وقت اللعب. دياز خرج من مانشستر سيتي باش ما يبقاش جالس في الاحتياط، وهذا نفس السيناريو اللي وقع للاعبين بحال اندريك واردا غولور اللي ترد الاداره ديال ريال مدريد. هذا التمرد خلى كارلو انشيلوتي يخرج بتصريحات رسميه واللي ماشي من فراغ، حيت اي لاعب كيكون عنده وكلاء اعمال يعني صعاب وعائله ديالو كتنصحو باش وتضغط عليه باش يحافظ القيمه ديالو كلاعب. هذا الشيء اللي كنتمنى نشوفوه عند ابراهيم دياز والناس اللي معاه يطبقوه، حيت الوقت كيدوز وما كاينش فرصه للرجوع للوراء. كنتمنى نشوف ابراهيم دياز في مكان افضل سواء مع المنتخب الوطني المغربي ولا في مركز رسمي واساسي مع ريال مدريد، وحتى المغادره الى فريق اخر، حيت هذا هو معيار القيمه الحقيقيه ديال اللاعب ابراهيم دياز، ماشي انه يكون بديل في الاحتياط وكما كنقولوا بالدارجه المغربيه ما يكونش داك الرويضه السكور. ودابا غندوزو للخبر الموالي ونتكلموا على واحد اللقطه صادمه بزاف اللي بدات كتروج الصحافه بقوه، حيت القصه كتشبه شي فيلم ممكن تكون مفاجاه للجميع. وتبعوا معايا بالتفاصيل حيت الموضوع فعلا عنده اهميه كبيره. خوسي لويس ريفيرو المدرب الاسباني اللي كيشرف على فريق اورلاندو بيراس بدا يبرز في الاعلام كمرشح محتمل باش يكون خليفه ديال وليد الركراكي. والصحافه في جنوب افريقيا كتقول ان عنده سيره ذاتيه قويه كتخليه يكون محط اهتمام الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. المدرب الاسباني عنده 47 عام وصنع اسم كبير في افريقيا، حيت فاز مع قراصنه اورلاندو بيراتس بالعديد من الالقاب المحليه. دابا بدات الاخبار كتحط على هذه القضيه اقاله وليد الركراكي، وبدات كتهضر على اسماء البدلاء. ولكن السؤال المهم: واش فعلا التوقيت مناسب لاقاله المدرب؟ المنتقدين ديال وليد الركراكي كيقولوا ان المباراتين الاخيرتين كانوا كارثيتين بكل ما تحمله من معنى، ولكن واش الاقاله ديالو غادي تكون في مصلحه المنتخب المغربي حاليا؟ راه خصنا نذكروا ان وليد الركراكي بنى الفريق وخدم شحال من حاجه باش يطلع المنتخب الوطني لمستوى عالي اللي وصل ليه حاليا. غير معقول نجيو من بعد جوج ماتشات ونريبوا ليه كل شيء، حيت في الاول والاخير الركراكي راه فاز بمباريات كثيره وقدم اداء مميز.